مقدمين مؤيدا او معارض 3 جنيه النسخه يا جماعه. اللي عايز كده يا جماعه لاول مره، اللي عايز يقرا دستوره 3 جنيه النسخه، 3 جنيه النسخه مؤيد او معارض. اللي عايز يقرا دستوره كده مؤيدا او معارض. نعم جايين نقول نعم للدستور الجديد. وعلى فكره انت بتكلمني بظروفها، معايا نسخه من الدستور اهيت عشان ما تقولش ان انا بقول كلام اي كلام. بعد ما قريته واطلعت عليه جميع المواد بتاعته 100 اي واحد معترض على الدستور يجي يناقشنا يقول الماده دي فيها عوار، في كذا في كذا. احنا بنتكلم على بصيره وعلى علم. تمام. ليه حضرتك بتأيد الدستور ده؟ او ليه حضرتك يعني ايه الماده اللي عاجبه حضرتك، او ايه السبب الرئيسي اللي عاجب حضرتك علشان تأيد هذا الدستور؟ كل الدستور مواده كويسه. اعكس السؤال، ايه اللي مش عاجبني في الدستور؟ طب ايه اللي مش عاجب حضرتك في الدستور؟ مفيش حاجه مش عاجباني في الدستور. الدستور كله كويس ونخبه جميع، وكفايه ان هو جيب بجمعيه منتخبه. هيا لله هيا لله هيا لله، لا للمنصب لا للجاه، قراراتك 100 احنا ناس على الله وبعدين ماشيين على الحق، وده الدستور هو العلم المصري في جميع الدول من المشرق للمغرب. دستور ما يظلمش حد، حق هو الحق، ما يظلم حد. ملك الملك يظلم حد؟ لا، ما نازله من السماء دي، ما يمكن ملك ربنا ارسلونا من السماء نيجي في الطريق ونيومها زي ما نومنا العراق. العراق مش خرب؟ مش كان مسلم؟ ها؟ تمام. اتهلك، كان فيه ذري، كان فيه النهارده حاجه ذريه زي ما قال البرادعي. العصابه اللي موجوده دي على مسؤوليه تاني، معاهم اجنده. ابو موسى وابو صباحي وابو بدوي دول معاهم اجنده، دول معاهم اجنده للفوضى، مش عايزين استقرار. مصر دي التاريخ وجغرافيا انها تقود العالم كله، قياده العالم كله في البلد دي. لو نجحت الثوره دي قامت الامه الاسلاميه واكملت. دول بقى جايبين اجنده امريكا واسرائيل، جايين يطبقوها، عايزين فوضى في البلد. هم اصلا مش هيعيشوا في البلد ولا هم عايشين فيه. دي عصابه حراميه، افرازات الحزب الوطني على حزب التجمع على حزب الناصرين. هو الصباحي ده ما كانت اليساريه بتاعته اللي بتحكم، فلست البلد ودت فلسطين بالكامل التاريخيه وفوق منها سن لليهود. البدوي الليبرالي ده مش كانت الملك بيحكم باسم الليبراليه؟ مش كده؟ ايه اللي لم التوليفه دي على بعضها؟ ايه اللي جاب البدوي على الصباح على البرادعي؟ ايه اللي لم التوليفه دي؟ الا العداء للدين والكره للبلد دي. دول عايزين معاهم اجنده اليهود المجرمين، دول مجرمين معاهم اجنده لاسرائيل والامريكا وعايزين يدمروا البلد. كان من امتى ثوري البراد عفندي وعمرو موسى ثوري؟ عمرو موسى ثوري. يا لها من مصيبه، يا لها من عار. دستور مصر ده لم يحدث في تاريخ البشريه. دستور مصر ده ان شاء الله العالم كله هياخد منه، انما دول فوضاجيين لان ما عاشوا في الفوضى. دول ميكروب عايش على دم هذه الامه، غصب عنه. دي ميكروب. انا بصور العصابه دي انها ميكروب كان عايش على دم امه مريضه. الامه طابت بالثوره، يبقى الميكروب ده لازم يموت بقى. إسلامية إسلامية، لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. BBC دريم ونهار، BBC دريم ونهار. تبع BBC وتبع دريم. مرار اضرب 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 تاني، اضرب تاني. لسه الزن ولسه تهاني، لسه الزن ولسه تهاني. أنا ست كبيرة بلغت من العمر عتية، ها، وعايزة أشوف يعني من أجل هذه، أشوف أجل هذه الحشود الموجودة ديت، من أجل هذه اللحظة التاريخية، من أجل هذه اللحظة التاريخية، عشان أشوف كده اللحظة التاريخية دي، وربنا ينصر مصر وينصر الإسلام. تمام. هو حضرتك جاي بتأيدي الدستور أو ولا قرارات الرئيس مرسي؟ قرارات الرئيس مرسي والدستور الاثنين معا، الاثنين معا. تمام. معلش آخر سؤال لحضرتك، هل في مادة معينة في الدستور هي اللي عجبت كل حضرتك؟ كل المواد إن شاء الله كويسة، عجبتني كلها. قنوات بياكلوا ايه؟ بيصور معانا ولا بياكلوا ايه؟ الناس غلابه، ايه بتاكل جبنه مش بتاكل كفته ولا زي ما بيقولوا كده. يلا يا مرسي دوس دوس، يلا يا مرسي دوس دوس. واحنا وراك من غير فلوس، واحنا وراك من غير فلوس.